يا صباح الجمال، ويك اند سعيد. طبعا انت مش نازل النهارده في حته، النهارده الخميس 28 سبتمبر والنهارده اجازه. بس بصراحه كلنا بنسال نفسنا هو احنا ليه ما ناخدش اجازات كتير كده عمال على بطال، والدنيا هتمشي، يعني الدنيا هتبقى حلوه، ولا لما بقى في شغل ودربكه وضغط وكده نبقى نحلها. عامة خليني اقول لكم ان في شركة عاملة الموضوع ده فعلا من 2015. الشركة دي اسمها تشارلي وبيشتغلوا في مجال الاتش ار، وعاملين في اللائحة بتاعتهم ان اي حد عادي يقدر ياخد اي عدد من الايام اللي بيحلم بيها اجازة. ومش بس اجازة، لا، دي اجازة مدفوعة الاجر. يعني بصراحة شغل فاخر وكلام ممتاز جدا الحقيقة. طبعا انتم متخيلين دنيا وردي بقى عندهم والناس مرتاحة ومبسوطة، لكن المفاجأة اللي كانت بالنسبة لي لما قريت الموضوع ده هي انه للأسف لا، وقرروا يلغوا الموضوع ده في 2018، وشافوا ان الاجازه دي مش شرط تبقى هي الحاجه اللي هتحل للناس مشاكلها وتخليهم مبسوطين. هم كانوا شايفين ان ده بيخلي الناس فعلا تخاف على الشركه وتقدر الشركه ومستقبل الشركه ويخافوا عليها. ده حصل فعلا على فكره، مفيش مشكله في ده، محدش بوظ الدنيا. بس هقول لكم لقوا ايه، هم لقوا ان في ناس بتشتغل وبتاخد اجازات طبيعيه، يعني عادي بياخدوا الاجازات اللي هي الطبيعيه، الويك اند ومش عارف ايه والعطلات الرسميه والكلام ده، ما خدوش حاجه من الاجازات اللي هي الغير محدوده دي. لقوا ان في ناس بتاخد اجازات، وطبعا في ناس تانية بتتظلم ان هي ما بتاخدش، لان هم محتاجين يغطوا مكان الناس التانية او مكان بقيه افراد التيم. لقوا ان في ناس محرجه وقلقانه كون ما فيش حدود. يعني بيقول لك في موظف بيسال نفسه هو انا كده باخد اجازات منطقيه ولا ده كتير ولا قليل ولا ايه؟ يعني انا واخد 20 يوم مثلا، وفي زميلي واخد 30 يوم، وفي واحد تاني خد 50، وفي واحد تاني واخد 10. فاحنا مين فينا صح؟ هما دي بالنسبه لهم او بالنسبه للموظفين ما كانتش واضحه. طبعا في مشكله وقعوا فيها، وهي ان اوقات رؤساء الاقسام كانوا بيبقوا محطوطين في موقف صعب، هما مش عارفين يدوا اجازات للناس بسبب احتياجات الشغل. يعني فمنين غير محدود ومنين بتقولي لا مش هينفع عشان والله في واحد زميلك خد اجازه؟ عارفين زمان لما في المدرسه اللي هو لا مش هينفع تروح الحمام عشان زميلك راح الحمام، فلما واحد يرجع تروح. طبعا يعني القصه بالنسبه لهم كان فيها لخبطه. هم عدلوا الكلام ده في الاخر في 2018، عملوا اجازات فوق المنطقيه بشويه. يعني ايه؟ قال لك والله احنا عايزين نفضل مميزين، فاحنا مثلا بدل ما انت يعني مثلا بدل ما هي اجازتك جمعه وسبت، لا انت خد عليهم الحد اجازه، ممكن نديك يوم في نص الاسبوع اجازه، وهكذا. فدي حاجه من الحاجات اللي تخلينا ما نسالش بقى ونقعد نقول يا سلام لو عندنا اجازه بلا مبالاه كده وما لهاش اي حاجه. لا صدقوني هتبوظ الدنيا خالص. انت ممكن تاخد اجازتك العاديه وتتكلم كده مع الشركه وتتعشم في يومين 3 زياده. الخبر الطريف اللي معانا النهارده هو حاجه شويه ليها علاقه بالجو. الارصاد الجويه بصراحه كانت صرحت ان الصيف هينتهي يوم كام؟ 22 سبتمبر. يا عم قول 25 سبتمبر، انا ما عنديش مشكله. قول يا سيدي 30 سبتمبر او اللي هو 1/10 ايا كان. المهم ان درجه الحراره النهارده 28 سبتمبر 38، ويوم 8 اكتوبر هتبقى 42. وكل عام وانتم بخير. كان معاكم محمد إبراهيم، واستنوني بقى يوم الأحد إن شاء الله في حلقة جديدة من وانت نازل الصبح.